تخيل كده معايا إنك ماشي في شارع عادي جدا، وفجأة تشوف عامل أفريقي رفيع الجسم ماسك شكارة أسمنت 50 كيلو على كتفه كأنها كيس شيبسي. مش بس كده، ده طالع بيها سلالم وبيضحك، وفي نفس الوقت فاتح لايف على فيسبوك، والناس في الكومنتات مش مصدقة اللي شايفاه، وبتقول مستحيل إنسان يعمل كده. طيب السؤال هنا، هل ده تمرين ولا أكل ولا هرمونات ولا في سر أعمق بكتير من كل اللي بنقوله؟ دايما السر اللي ناس كتير بتخاف تتكلم عنه بصراحة، وهو الجينات. الفيديو ده مش عن عنصرية ولا تفرقة ولا تمجيد لون على لون، الفيديو ده عن حقيقة علمية وتاريخية ورياضية لازم تتقال بوضوح. ليه نسبة كبيرة من أقوى وأسرع وأشرس الرياضيين في العالم من أصول أفريقية؟ وليه كمال الأجسام تحديداً دايماً في بصمة أفريقية واضحة حتى لو الشخص مش أسود 100%؟ قبل ما نبدأ، خليني أقول لك حاجة مهمة جداً. القوة مش معناها إن شخص أفضل من شخص، القوة معناها اختلاف تكوين. زي ما في واحد قصير وطويل، وواحد صدره واسع، وواحد كتفه عريض. الجينات مش عدل ولا ظلم، الجينات واقع. خلينا نرجع خطوة ورا ونسأل نفسنا سؤال بسيط: هو يعني إيه جينات؟ الجينات ببساطة هي الشفرة اللي بتحدد شكل جسمك، طولك، عرض كتفك، شكل عضلاتك، سرعة استجابتك للتمرين، نوع الألياف العضلية عندك، وحتى سرعة التعافي بتاعتك. وهنا بقى نخش في مربط الفرس. الأفارقة خصوصا من مناطق غرب ووسط أفريقيا عندهم نسبة أعلى من نوع معين من الألياف العضلية، اسمها الألياف السريعة. الألياف دي هي المسؤولة عن الانفجار العضلي، القوة المفاجئة، السرعة، التحمل العالي في الشيل والضغط. وده مش كلام نظري، ده كلام دراسات رياضية وتشاف عمليا في كل الألعاب اللي بتعتمد على القوة والسرعة. عشان كده لما تيجي تبص على كمال الأجسام هتلاقي إن الأفارقة أو اللي من أصول أفريقية عضلاتهم بتبقى مليانة، ناشفة، كثيفة، بتكبر بسرعة وبتستجيب للتمرين حتى لو النظام مش مثالي. وده السبب اللي يخلي شاب أفريقي داخل جيم لأول مرة وبعد 6 شهور تلاقي جسمه اتغير بشكل يخوف، في حين إن واحد تاني محتاج سنتين عشان يوصل لنص النتيجة. هل ده معناه إن التمرين مش مهم؟ لا طبعا. هل معناه إن الأكل مش مهم؟ مستحيل. بس معناه إن الجينات بتدي أفضلية بداية السباق. نيجي بقى لموضوع فيديوهات العمال الأفارقة اللي كسرت السوشيال ميديا، اللي شايل حديد، اللي بيكسر طوب، اللي بيجري ورا عربية، اللي بيرفع بشر. الناس فاكرة إن دي استعراضات أو لقطات نادرة. الحقيقة إن ده انعكاس لحياة قاسية جدا. أغلب العمال دول اتربوا من صغرهم على شغل بدني عنيف، مفيش رفاهية، مفيش أجهزة، مفيش مكملات، بس في حركة طول اليوم، شيل ضغط مش جري. وده مع الجينات القوية بيخلق وحش. في حاجة اسمها التكيف العصبي. الجسم لما يتعرض لمجهود بدني من سن صغير بيبرمج نفسه على التحمل، وده ليه علاقة مباشرة بقوة القبضة، قوة الظهر، وقوة الرجلين. وعشان كده تشوف واحد جسمه مش ضخم بس أقوى منك ومني ومن الجيم كله. نيجي بقى للرياضة والنجومية. بص على ألعاب القوى: السرعة، كرة السلة، كرة القدم، الفنون القتالية، كمال الأجسام. هتلاقي بصمة أفريقية واضحة، مش صدفة، ده تكرار. والتكرار في العلم اسمه قاعدة في كمال الأجسام. تحديدا الأفارقة عندهم حاجة اسمها شكل العضلة المثالي: بطن العضلة طويلة الفواصل، واضحة الضخامة مع النشافة، وده حلم أي لاعب طبيعي. عشان كده حتى في البطولات العالمية هتلاقي نسبة كبيرة من الأبطال من أصول أفريقية أو مختلطة. بس خلي بالك، الجينات لوحدها لا تصنع بطل. الجينات تفتح الباب، التمرين والانضباط هو اللي يدخل. وفي آلاف عندهم جينات رهيبة ضاعت بسبب الكسل، وفي ناس جيناتها عادية جدا بس وصلت بالقوة العقلية. الفيديو ده مش علشان تقول أنا ضعيف، الفيديو ده علشان تفهم نفسك. لو جيناتك عادية تشتغل صح، لو جيناتك قوية تستغلها صح. وفي الجزء الجاي هنتكلم بالأسماء: أشهر الرياضيين من أصول أفريقية، إزاي جيناتهم أثرت على لعبهم، وهل العربي أو المصري يقدر ينافس ولا لأ، وهل في جينات عربية قوية محدش بيتكلم عنها. لو حابب تعرف الحقيقة كاملة كمل معايا. واللي جاي أقوى دلوقتي بقى. خلينا نخش في الأسماء، لأن الكلام من غير أمثلة يفضل كلام. تعالى نبص على أشهر الرياضيين في التاريخ ونشوف الصدفة العجيبة اللي مش صدفة. في ألعاب القوى أسرع عدائين في التاريخ تقريبا كلهم من أصول أفريقية. ليه؟ لأن الجينات هنا بتشتغل في أقصى طاقتها: طول عظمة الفخذ، قصر الساق السفلية، قوة الأوتار. كل ده بيخلي خطوة الجري أقوى وأسرع باستهلاك طاقة أقل، يعني نفس النفس يعمل مسافة أطول. نيجي لكرة السلة،
اللعبة اللي محتاجة طول قفزة، سرعة رد فعل، وتحمل بدني. أغلب أساطير اللعبة من أصول أفريقية، مش علشان حظ، علشان تكوين الألياف السريعة. هنا بتدي انفجار في القفز والأذرع الطويلة، بتدي أفضلية دفاع وهجوم. عشان كده تشوف لاعب جسمه مش عضلات ضخمة لكنه يطير في الهواء. نخش بقى على كرة القدم، القوة والسرعة والالتحام. لاعبين من أصول أفريقية سيطروا على مراكز الظهير والجناح وقلب الدفاع. ليه؟ علشان المراكز دي محتاجة جري متواصل، بلس التحام بلس انفجار، والتركيبة الجينية دي موجودة بقوة. طيب نخش على الوحش الحقيقي، كمال الأجسام. اللعبة اللي ناس فاكرة إنها عضلات، بس الحقيقة إنها جينات بلس عضلات بلس تفاصيل. الأفارقة عندهم كثافة عضلية عالية، يعني العضلة نفسها تقيلة، وده يخلي الشكل النهائي مليان حتى من غير وزن ضخم. عشان كده تشوف لاعب أفريقي وزن أقل بس شكله أضخم. في نقطة خطيرة ناس كتير مش واخدة بالها منها، وهي توزيع الدهون. أغلب الأجسام الأفريقية بتخزن دهون أقل في الجزء العلوي، وده يخلي الصدر والكتف والذراع دايما باين عليهم النشافة حتى في أوقات الأوف سيزون، وده حلم أي لاعب طبيعي. طيب السؤال اللي كل مصري وعربي بيسأله، هل إحنا أقل؟ الإجابة لا، بس إحنا مختلفين. الجينات العربية والمصرية غالبا عندها تعامل عالي، قوة نفس، قدرة على الشغل الطويل، بس محتاجة أسلوب تدريب مختلف، مش نفس النظام الأفريقي ولا نفس النظام الأوروبي. المشكلة إن ناس كتير بتنسخ برامج تدريب مش معمولة ليها، تقلد لاعب جيناته انفجارية فتبوظ مفاصلها، وتقلد نظام أكل مش مناسب فتتعب، وبعدها تقول الجينات وحشة. الحقيقة إن كل جينات ليها مفتاح، والذكي هو اللي يلاقي المفتاح مش اللي يشتكي. نيجي بقى للنقطة اللي هتزعل ناس فيديوهات. العمال الأفارقة مش بس قوة، دي كمان عقلية. الراجل ده اتربى على إن الشغل هو الحياة، مفيش اختيار، مفيش رفاهية، وده بيخلق صلابة نفسية. الصلابة دي في الرياضة تفرق أكتر من أي مكمل في الجيم. في واحد أول ما التعب يجي يقف، وفي واحد يكمل. الفرق مش كل فيديو عامل أفريقي شايل وزن خرافي هو الحقيقة الكاملة. فيه زوايا تصوير، فيه أحجام مش واضحة، في حاجات بتبان أسهل أو أصعب من الواقع. بس في نفس الوقت مش معنى إن في تهويل يبقى كل اللي شفناه وهم الحقيقة. في النص القوة دي موجودة، بس مش بالسحر ولا بالجينات لوحدها. هي مزيج ما بين جينات مناسبة وحياة بدنية قاسية وتكيف عصبي من سن صغير وعقلية ما بتعرفش الاستسلام. وده مهم جدا إنك تفهمه عشان ما تتحولش المشاهد سلبي، يقعد يقول أصل دول جينات ويبرر كسله. أخطر حاجة تعملها في حياتك الرياضية إنك تقارن نفسك بحد مش شبهك، ولا في جيناته ولا في بيئته ولا في ظروفه. اللاعب الذكي مش اللي بيبص لغيره، اللاعب الذكي اللي بيسأل أنا جسمي ده بيستجيب لإيه؟ في لاعب عربي أو مصري لو لعب انفجاري تجيل يتصاب، لكن لو لعب حجم وتكرارات صح يطير. وفيه لاعب أفريقي لو لعب نفس النظام يطلع وحش. الفرق مش إنك تبقى أقوى من غيرك، القوة إنك تبقى أقوى من نفسك اللي فاتت. وعايزك تاخد بالك من نقطة نفسية خطيرة، الانبهار الزائد بيقتل الطموح. أول ما تشوف حد وتحطه في خانة مستحيل، انت كده قفلت على نفسك الباب. والحقيقة إن الجينات بتفرق، بس مش بنسبة 100%، يمكن 20 إلى 30، أقصى حاجة 40، والباقي شغل التزام، نوم، أكل، وعقلية. وفي آلاف عندهم جينات عظيمة محدش يعرفهم، وفي ناس جيناتها عادية بس أسمائهم محفورة في التاريخ. الفيديو ده مش علشان تقول الأفارقة أقوى، الفيديو ده علشان تقول أنا هفهم جسمي. لو أنت طبيعي لا تقارن نفسك بحد جيناته مختلفة، ولا بحد عايش حياة مختلفة، ولا بحد بياخد طرق مختصرة. قارن نفسك بنفسك، وده أصعب تحدي. وفي الآخر عايزك تسأل نفسك سؤال واحد، أنا بتمرن عشان أبقى نسخة من غيري، ولا عشان أبقى أفضل نسخة من نفسي؟ لو وصلت لحد هنا فأنت مش مشاهد عادي، أنت شخص بيدور على الحقيقة مش على التبرير. لو شايف إن الفيديو ده فتح دماغك اعمل لايك، مش علشاني، علشان يوصل لناس أكتر محتاجة تفهم. اكتب لي في الكومنت شايف الجينات بتفرق قد إيه من 10، وهتتفاجئ بالآراء. واعمل اشتراك، لأن اللي جاي تحليل أجسام، تفكيك خرافات، طبيعي ولا هرمون، وأسرار تدريب محدش بيقولها. وشير الفيديو لأي حد بيقارن نفسه بغيره وعايز يفهم مش يشتكي. احنا هنا مش بنبرر، احنا بنشتغل.